السلام عليكم. نهار الاثنين في ايام الله مع الصباح، مع تقريبا 9 ديال الصباح، في مدينة تطوان غادي تجي واحد السيدة واحد السيد عند الدرك الملكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذاك السيد اللي هو الزوجة ديالو غادي يقولوا لهذاك السيد اللي هو بيرمانونس، هذاك الجندارم، بغينا نشوفو رئيس المركز. قال لهم مرحبا. دخل عند الرئيس ديالو، قال ودي شي ناس راه جاو طلبوا اللقاء ديالك. قال يدخلهم. دخلوا عند لاجودان، ياك سي بسماكين. يا ودي حنا راه جينا نديرو بلاغ ديال سرقة، راه تسرقنا. قال لهم واخا. هو عيط هو لذاك الجندارم، قال ليه دي هاد الناس هادو، تصنت ليهم ودير ليهم محضر. هذاك الجندارم غادي يديهم، غادي يقول السيدة تسناي في القاعة ديال استقبال، وغادي يدخل الراجل ياخذ من عنده المعلومات. جلس هو السيد، قال لي شنو واقع. هو كيتصنت ليه، هو كيدون في هذاك المحضر. قال له ودي البارح الحد، قال ليه تغديت انا والزوجه ديالي، بعد ما سالينا الغدا الزوجه ديالي جات عندي وقالت لي راني بغيت نمشي عند العائله ديالي. لبست الجلابه ديالها، خرجت مشات. من ورا العصر صليت العصر انايا وخرجت حتى انايا، مشينا وخلينا الدار خاويه. فاش جيت انا في العشيه كنلقى الزوجه ديالي تما في الدار. غير دخلت وهي تقول لي واش هزيتي الذهب ديالي. قال لها كيفاش واش هزيت الذهب ديالك. قالت لي راني جيت من دارنا واحد الساعه هادي وراه ما لقيتش الذهب. قال كيفاش. قالت لي ودي انا فاش بغيت نخرج من الدار من هنا، فاش مشيت راني هزيت واحد جوج خواتم درتهم في يديا، وخليت هذيك سامسونيت اللي فيها الذهب خليتها محلوله. ومنين رجعت كنلقى غير الرواسه والذهب كله راه مشى. وهاد السيده هادي على حسب القول ديالها انه الذهب عندها كتير، كيقارن 5 الملايين باش شاريه هي. هذا هو الكلام ديال الزوج. قال لي ودي ما عرفناش شكون اللي داينا هاد الذهب هذا. هنا السيد اللي هو كيدون المعلومات غادي يسولو واش جالس معاكم شي حد في الدار من غيرك انت والزوجه ديالك. هنا الزوج غادي يقول لهم لا، جالس غير انا والزوجه ديالي، ما كاين معنا حتى شي حد. وقال لهم الزوجه ديالي هي اللي اكتشفت السرقه هذه. بعد ما تصنتوا ليه غادي يقول لي صافي خرج وقول الزوجه ديالك تدخل، حتى هي تصنتوا ليها. دخلت الزوجه، بدا معاها السيد اللي هو كيحقق معاهم وكيدون، ماشي كيحقق معاهم وانما كيدير لهم البلاغ ديالهم ديال السرقه ديالهم. قال لها عاودي لنا الشريفه شنو وقع بالضبط. غادي تعاود ليه نفس الاسطوانه اللي عاودها الزوج. قالت لها ودي راه تغديت انا والزوج ديالي، جيت لعندو قلت ليه راه بغيت نمشي لدارنا. قال لي صافي سيري ماشي مشكل. قالت لها مشيت للسامسونيت ديالي اللي دايره فيها الذهب، هزيت جوج ديال الخواتم، تزينت بيهم ومشيت. منين رجعت باغي نحط هادوك الخواتم ديالي مع الذهب، كنلقى سامسونيت خاويه، كنلقى غير ديك الرواسه باش شريت الذهب. وبقيت كنتسنى حتى جا الزوج ديالي وقلتها ليه. هاد السيد هذا اللي الجندارم هذا بعد ما تصنت ليها غادي يوجه لها نفس السؤال اللي وجهه للزوج ديالها. قال لها واش معاكم شي حد في الدار من غيركم نتوما. الزوج تيقول بانه عايش غير هو والزوجه ديالو، ولكن الزوجه غيقول كلام اخر. قالت لهم لا، كاين معنا واحد السيد
شكون هو هاد السيد هذا؟ قالت لهم راه لوسي اللي هو خو الزوج ديالها، واللي العمر ديالو 15 سنه. هنا بدات علامه استفهام عند هاد الجندارم هذا. كيفاش الزوج تيقول لي غير انا والزوجه ديالي، والزوجه ديالو كتقول بانه راه عايش معاهم واحد اخر تما، وعلاش الزوج ما ذكرش خوه؟ هنا بعد ما تصنت ليهم ودونوا المعلومات، غادي يرد الاخبار على جودان، ولا جودان غادي يرد الاخبار على النيابه العامه باش يبداو التحقيق ديال هاد القضيه هذه. مشاو معاهم للدار. اول ملاحظه كيلاحظوا ان الباب ديال الدار ما مهرس ما والو، النوافذ ديال الدار ما مهرسينش. سولوا الزوجه واش الوقيته اللي جيتي لقيتي الدار مسدوده ولا لقيتي الباب مهرس ولا محلول؟ قالت له لقيت الباب مسدود ولقيت الدار ديالي كلها كيف ما خليتها، ما كاينش شي تغيير الا ديك السامسونيط خليت فيها الذهب جيت ما لقيتوش. هزوا البصمات من هذيك السامسونيط، غادي يقولوا للزوجه غادي هاد الرواسه هادو غادي يديهم للمكتبه ولا عند السيد اللي كيدير فوتوكوبي، يتصاوب لك فوتوكوبي عليهم كاملين، جيب لينا فوتوكوبي وخلي اصليين عندك. هذا الشيء اللي داروا. غادي يشدوا دوك الفوتوكوبيات بعد ما داتهم الزوجه، دارت لهم تصاور جابتهم ليهم، شدوا هذوك الفوتوكوبيات وداوهم الامين ديال الذهبيه. وقفوا عليه السلام عليكم السلام، قالوا حنا راه كان نبحثوا في سرقه ديال واحد الذهب، وهذا الذهب هذا راه كثير ماشي خاتم ولا شي حاجه بسيطه. عطاه قال لي صور عندك هاد الرواسه هادو ووزعها على المهنيين الذهبيه كاملين. اي واحد جاب شي مسروق، جاب شي ذهب بدون رواسه ولا جاب شي ذهب اللي كيشبه لهذا، ها النمره ديالي واتصل بيا. الامين ديال الذهبيه غادي يقول لي صافي انا غادي نوصل الاخبار للذهبيه، واكيد اي واحد شاف شي ذهب مسروق ولا شي حاجه اللي مشكوك فيها راه غادي يبلغني ونبلغكم. صافي. هنا ردوا الخبر على النيابه. هاد المعلومات هادو النيابه العامه غادي تعطيهم امر باش انهم يمشيو يبحثوا مع الدري، هذاك الدري اللي هو قاصر، اللي هو الاخ ديالو ما جبدوش ومرات خوه جبداتو. مشاو عند الدري هذا اللي العمر ديالو 15 سنه، بداو تيحقوا معاه. قالوا لي فين كنتي نهار الحد من بعد ما خرجت زوجة الاخ ديالك؟ قال لهم تغديت انا والاخ ديالي والزوجه ديالو. بعد ما هي خرجات ومشات لعند الاهل ديالها، قال لهم انا لبست كيتيمه ديال الكره ومشيت عند الاصدقاء ديالي لعبنا واحد الماتش، وما جيت حتى العشيه يلا دخلت كندوش من داك العرق ديال الكره تسمع مرت خويا جات. هادشي اللي كاين. ماش تقريبا جيتي؟ قال تقريبا هو شي ساعه ولا نص ساعه سبقها هي للدار. مشاو تيحققوا مع الاصدقاء ديالو واش هادشي اللي كيقول هاد الدري صحيح ولا غير هادشي فبركم ونعقلوا باش يغطي على الفعله ديالو. انت ومن كنتي؟ قال لهم كنت انا وفلان وفلان مشينا نلعبوا الكره. مشاو عند الاصدقاء ديالو، عزلوا كل واحد بوحدو باش ما واحد يسمع الاخر. قالوا له ودي الدري واش كان معاكم فاش الوقيته اللي كنتو كتلعبوا الكره؟ هاد الدري وصاحبو غادي ياكدوا فعلا ان هاد الدري هذا اللي هو خو الزوج كان معاهم، وراه تقريبا راه جا مع شي 3 وما مشى حتى شي 6 ولا 6 وشي حاجه. اي الكلام اللي قال الدري منطبق تماما مع داكشي اللي قالوا الاصدقاء ديالو. قالوا ربما هاد السيد هذا يكون هادو شركاء ديالو وقراهم هاد المعلومات هادي باش الا كان شي بحث ولا شي حاجه يعرفوا ما يقولوا. هنا المحققين غادي يقولوا لهاد الدراري جوج
مع من لعبتو، شكون هي الفرقة ولا شكون الدراري اللي لعبتو معاهم الكرة ضدهم، غادي يقولوا فلان وفلان وفلان. غادي يوصلوا لهم المحققين واحد واحد، واش فعلا كان شي ماتش، واش فعلا لعب معاكم هاد السيد هذا وصحابو. الدراري كاملين تيأكدوا بانهم فعلا راه لعبوا ماتش وبقاو مقصرين واحد الوقيته من ورا الماتش. وصحابو هما هذوك اللي كيلعبوا معاه في الفرقه ديالو قالوا بعد ما سالينا الماتش مشينا بقينا مقصرين، ما مشيناش لديورنا مباشره. اي الكلام اللي تيقول هاد الدري هذا صحيح 100%، ولكن رغم هذا الشيء راه ما غاديش يتحيد من الشك، غادي يبقاو شاكين فيه رغم انه لقاو عنده حجه غياب. هذاك الدري بعد ما عرف ان القضيه مشكوك هو تيبحثوا معاه لانه الذهب تسرق وهما شاكين فيه، السيد طلع عليه الدم. المحققين قالوا ليه شوف غادي تبقى جالس عند الاخ ديالك، الا احتاجيناك غادي نجيو لعندك ولا نستدعيوك، ما تسافر فين ما تمشي فين. وقالوها حتى لخوه، قال لي اخوك هو عندك مادام هو باقي دري قاصر، واثناء البحث كانوا تيبحثوا معاه والاخ ديالو موجود لانه مازال باقي قاصر. ولكن الدري غادي تكون عنده واحد ردة الفعل في شكل، قال لهم استحاله واش انا غادي باقي ندخل لهاديك الدار مادام انهم شكوا فيا وما بقاتش الثقه في ديك الدار ولاو المشاكل، صافي ما باقيش غادي ندخل لديك الدار. هنا ردوا الخبر على النيابه العامه، هاد الدري هذا مبغاش يجلس عند الاخ ديالو، اش غادي نديرو فيه؟ قالوا لهم في النيابه العامه هاد الدري هذا خاصو يبات عندكم، والصباح عيطوا له عنده شي خوه ولا شي اخت اخرى يمشي يجلس عندهم حتى ينتهي التحقيق ويدبر المحاينه. فعلا غادي يبات مع الدرك الملكي معزز مكرم واكل شارب مغطي. مع الصباح استدعاو خوه، كانوا استدعاوه قبل الصباح، استدعاوه في العشيه ديال ديك النهار ديال التحقيق اللي هو نهار الاثنين. خوه اللي مزوج في مدينه اخرى، ولكن مدينه قريبه لمدينه تطوان. قالوا ليه ضروري تجي عندنا، ياك سي باس ما كاين؟ قال ليه راه الاخ ديالك اللي هو الصغير مبغاش يقعد عند خوه اللي كان جالس معاه، وحنا راه تنحققوا معاه وخاصو فين يجلس تنكملوا معاه التحقيق. خوه بعد ما سمع هاد الاخبار هادي وهاد المشاكل غادي يجي تيجري، فعلا غادي يسيني واحد الورقه بان الاخ ديالو راه جالس عنده، واي وقيته بغوه غادي يجيب خوه لعندهم. صافي دا الاخ ديالو ومشى. هاد السيد هذا بحثوا معاه ما لقاو ضدو حتى شي حاجه، وشكون اللي سرق هاد الذهب هذا؟ حتى غادي يعيط لهم، شكون اللي غادي يعيط لهم؟ الامين ديال الذهيبيه. الو السلام عليكم. السلام. قالوا راه واحد السيد من المهنيين اللي هو ذهيبي راه اتصل بيا وقال له كاينه شي وحده جابت ليه نفس الذهب اللي الرواسه ديالو كنتي وريتهم ليا، وراه الغريب في الامر ان هاد السيده هادي اللي جابت هاد الذهب هذا بغات تبيعو راه جايبه معاها الرواسه، راه امور ديالها قانونيه. ولكن مادام انه ذهب متطابق مع داكشي اللي عطيتوني اتصلت بكم. هنا الجندارم غادي يمشيو على وجه السرعه، لانه داك الامين ديال الذهيبيه طلب من هذاك مول المحل انه يشد هذيك السيده بطريقه ما باش تبقى معاه. قال هذيك السيده راه ما كاملاش لك الفلوس هنا لانه ذهب كتير، بلاتي غادي نعيط لواحد السيد يجيب لي الكماله ديال الفلوس. بعد ما عطاها واحد الثمن اللي غير باش يوهمها تبقى معاه حتى يجوا المحققين، وهي رضات بهذاك الثمن، تتسنى الكماله ديال الفلوس حتى وقف عليها الجندارم. السلام عليكم. وعليكم السلام. فين واش شري فهاد الذهب اللي بتبيعي؟ ورات لهم الذهب. فين هما الرواسه ديال الذهب؟ وراتهم الرواسه ديال الذهب. اي هاد السيده قانونيه، ولكن الرواسه اللي كانوا شافوا عند ديك المراه في الدار نفسهم عند هاد السيده هادي، ولكن هاد السيده باقا غير بنت صغيره ديك 18 سنه 20 سنه.
كيفاش هادشي راه شغل ديال الجنون. كيفاش السيده خلينا عندها الرواسه ديالها، وهاد السيده عندها نسخه تبقى الاصل ديال الرواسه ديال السيده اللي مديكلاريا بالشفره، والرواسه قانونيين. غادي يقول شريفه غادي تمشي معنا تنحقوا في السرقه ديال الذهب. هذا الذهب راه مسروق. مشات معاهم، عفوا قالوا لها هاد الذهب هذا واش ديالك؟ قالت لهم ودي الذهب انا راه عطاتو ليا الام ديالي. قالت لي سيري بيعيه. قالوا لي يلاه تمشي معنا عند الام ديالك. هزوها بالطوموبيله ديالهم مشاو، تلقاو الام ديالها واحد الانسانه اخرى مغايره، ماشي هي مولات الذهب، وماشي هي اللي في الرواسه ديال الذهب. البنت ديالك لقينا عندها هاد الذهب هذا، وهاد الذهب هذا راه مسروق لمواليه. منين جاك انت هاد الذهب هذا؟ هنا الام ديالها غتقول لهم اودي راه الذهب راه ماشي ديالي انا، وديال من؟ قالت لهم ديال اختي. مزيان. قال لها لا تركبي معنا وتورينا هاد اختك فين كاينه. قالت لهم راه اختي عطاتني هاد الذهب قالت لي بيعيه ليا. ملي كيهزو معاهم السيده وكيديوها كتقول لهم هادي هي الدار ديال اختي. بقات في الطوموبيل، بقى حدا واحد الجندار، دقوا على الدار اللي فيها الاخت ديالها. كتخرج ليهم شكون؟ هي السيده اللي بلغت هي والزوج ديالها بهاد السرقه. هي غا شافت الجندارم ولات كتفيبري، قالت لهم واش لقيتو الذهب ديالي؟ واش لقيتو الشفاره؟ قالوا لها يلاه معنا حتى تما وغايت نقول لك شنو كاين، شنو المستجد في القضيه. شدوها جابوها للطوموبيل ديال الجندار. مع طلت في الطوموبيل كتبان لها الاخت ديالها، تصدمت. اش كديري اختي هنا؟ واش جابك هنا كسيباس ما كاين؟ هنا غادي يطلبوا منها جدرميه انها تسكت وما غادي تقول حتى حركه حتى يمشيو تما ويحققوا معاهم بجوج. داو المركز. السيده اللي لقاو عندها الذهب كتقول لهم بانه هاد الذهب هذا جابتو ديال الاخت ديالي وجابت لي الرواسه، وقالت لي بيعيه ليا اختي، انتي عندك تجربه وانتي كتفهمي احسن مني، سيري بيعيه ليا. قالت لهم وانا عطيتو للبنت ديالي تمشي تبيعو. البنت ديالها بنت لي قافزه وبنت لي ديه وجايبه حتى هي وفاهمه. قالت لها سيري بيعيه لخالتك هاد الذهب هذا. هادشي اللي كاين. هنا غادي يدخلوا السيده اللي مبلغه على السرقه، دخلوها بدات يحقوا معاها. اول حاجه غادي يقولوا ليها، غادي يقول لها عطينا الرواسه الاصليه اللي عندك، اللي لقينا عندك في الدار وكنتي صورتيهم وجبتي لينا التصاور ديالهم. السيده بدات تقمقم، كتقلب في الساك ديالها وجهها ديالها تزنق. قال لها واه واش الرواسه خليتيهم في الدار؟ قالت لهم لا لا كاين عندي هنا. تتقلب وكتقمقم. السيده حصلات فين هما هاد الرواسه؟ واش باقيين في الدار رجعوا ليهم ولا عندك هنا عطيهم لينا؟ السيده غادي تقول لهم اودي غادي نقول لكم واشنو كاين. لعب ليا الشيطان. قال لها كيفاش لعب ليك الشيطان؟ قالت لهم اودي هذاك الدري هذاك الشاب اللي لقيتو عندي خو الراجل ديالي، وهاد الراجل ديالي نهار بغا يتزوج بيا شرط عليا، قال لي انا راه الام ديالي والاب ديالي متوفيين وعندي واحد خويا صغير، خوتي كاع مزوجين، لا الخواتات ولا الخوت، وهاد الخو ديالي هو اللي جالس معايا، خلاونا الوالدين، انا مجوجش هو باقي غير صغير. انا الشرط ديالي هو انك غدا ولا بغدا ما تقوليش ليا خوك ما يجلسش معانا ولا ما بغيتوش، الا كان هكا بلا ما نديرو والو. هي قبلت على انه يتزوج بهذا السيد هذا ويجلس معاها اللوس ديالها، ولكن الشهر الاول الثاني الثالث السيده بدات كتمل منه وبغات تاخد راحه ديالها في الدار. شوف علم الله هاد الغداره هادي شنو كان في الراس ديالها. قالت لهم انا السيد ما نقدرش نقول ليه جري على الاخ ديالك، وهو النهار الاول شرط عليا، قال لي خويا يبقى معايا.
فكرت مع راسي، قلت خاصني نخرجو من الدار باي طريقه بدون ما نعقر الزوج ديالي ولا نجرحو، وبدون مشاكل. وهنا الشيطان غادي يطيح عليا واحد الفكره، انني غادي نهز الذهب ديالي ونديه عند الاخت ديالي ونحطو عندها، وغادي نجي نفبرك هاد القصه هادي، نقول للزوج ديالي بانه الذهب راه ما لقيتوش، ونديكلاريو في الاخر غادي نتهمو الابن. ومن بعد ما يتهم الابن زعما هو الدري الصغير، غادي نقول لهم ما كاين اللي شاكه فيه قد لوسي. وديك الساعات غادي نقول للزوج ديالي انا مشات ليا 5 مليون ديال الذهب وخوك هو اللي داها، ما كاينش معنا حتى شي واحد في الدار، والباب لقيناها مهرسين شراجم، ما ايدينا ما دخلوش الشفاره، دا خوك. وهنا غادي نقول لخوه خوك انا على راسي وعينيا، ولكن دابا ما ولاش شفار ما يقعدش معايا في الدار. هذه هي الفكره اللي جاتها. ولكن قالك من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. هاد الدري هذا عنده عزة نفس كبيرة، بمجرد ما شكوا فيه قال لهم هذيك الدار استحالة نقعد فيها. وهذا هو التفكير الصحيح، مادام ان الانسان ولا في الغدر استحالة تاكل معاه ولا تبات معاه في الدار، نفس الدار. يقدر يدير لك تسمم، يقدر ينتقم منك من اي حاجة. القرار اللي خدا الدري رغم انه صغر السن ديالو قرار اللي هو سليم، ولكن هاد السيدة تعالى تشوف اش غادي يطرى ليها. غادي تقدم المحاكمة بانها بتهمة ازعاج السلطة وبتهمة الباطل، انها حطت الباطل على هذاك السيد هذاك واتهمته باتهام اللي هو كاذب، وغادي تمشي للحبس بسنتين. شوف هاد السيدة هادي كانت عايشة مع الزوج ديالها معززة مكرمة، الزوج ديالها الله عمرها دار، ولكن هو كيشفق على الاخ ديالو ومبغاش انه يمشي يجلس مثلا مع خواتاتو. يقدروا خواتاتو ما يبغوهش الازواج ديالهم ويسبقوا خواتاتهم في مشاكل مع الازواج ديالهم بسبب هاد الدري، ولا يمشي عند خوه الاخر اللي مزوج وينشأ عليه مشاكل مع الزوجه ديالو. قال انا محدني مازال ما تزوجت، اي سيده بغيت نتزوج بها نشرط عليها الاخ ديالي انه يجلس معايا حتى يقد براسو ويدير الدويره ديالو ويمشي الله يسهل عليه. ولكن هاد السيده هادي انسانه اللي ما فيهاش الخير، وكان فيها الخير غادي ديرو بحال الابن ديالها ولا بحال الاخ ديالها. تصور هي كون كان عندها واحد الاخ ديالها وتحط في هذا الموقف هذا وماتوا ليه والديه، راه غادي تجيبو لعندها وغادي تحضن عليه. ولكن اللي كانوا يبغوه الناس الرسل ما كيبغوش الناس الاخرين، كيبغوا غير كما تقول نفسي ومن بعد الطوفان. ولكن الناس ماشي كلشي بحال بحال، كاين الناس اللي فيهم الخير وكاين بنات الناس وكاين ولاد الناس. التعميم لغة الجهلاء. ولكن هاد القصة هادي الصراحة فيها عبرة كبيرة. الانسان اللي كيدير الخير كيلقى الخير. ديري الخير في هذاك الدري اللي هو يتيم، واكيد الله سبحانه وتعالى غادي يكافئك في الوليدات ديالك، في الزوج ديالك، وغادي تعيشي واحد الحياة اللي هي مزيانة، لانك انتي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك انا وكافل اليتيم كهاتين، وكيشير السبابة والوسطى انه راه هو وياه بحال متلاصقين. وانتي تجي وديري ليه هاد المكيده هادي وترشيه في الحبس وتجري عليه من الدار وتخلقي ليه واحد المشاكل اللي هي كبيره اللي هو في غنى عليها. خوتي الا وصلتوا حتى هنا، باش نعرف الناس اللي وصلوا حتى هنا يخليو لي لايك وخلوا لي تعليق على القصه كيف ما يكون هذا التعليق، سواء عفوا التقييم ديالكم للقصه، سواء قولي باي حاجه، لان اللايكات ديالكم والتعليقات ديالكم والبارطاج ديالكم كيخلي ان الفيديو كيطلع للناس اخرين، وهادشي كيشجعنا اننا كنجيبو لكم فيديوهات اللي هي حصريه، عفوا قصص اللي هما حصريه وفيهم عبره، ماشي غير يتعاودوا من اجل انهم يتعاودوا. وكاين الناس اللي في راسهم الخبث وفي راسهم المكر وكيحسبوا راسهم طولانتيين، راه ماشي هكا تحسب الامور. راه الانسان اللي دار الخير غادي يلقى الخير. بلا ما نطول عليكم، الى حلقه جديده ان شاء الله.